السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناة عالم هدى. كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وفي الأفضل الأحوال إن شاء الله يا أحلى وأغلى متتبعين. متتبعين ديالي العزاز، اليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد غادي نشارك معكم أحسن مشروع تحت الطلب ديال واحد الاخت. كتبت لي واحد التعليق قالت لي: سلام اختي، واش ممكن تنصحيني باحسن مشروع نديرو في المغرب وبراس المال بسيط؟ واليوم غادي نهضر لكم على احسن مشروع براس المال بسيط. واخا المغرب ديالنا فيه بزاف ديال المشاريع مربحين، ولكن اليوم غنهضر لكم على المشروع مربح. المتتبعين ديالي تقدروا دوزوا تقولوا هذا الفيديو ما منه شيء، ولكن غيجي واحد النهار غادي تحتاجوه، غيجي واحد النهار غتحتاجوه بما معنى الكلمه. والمهم قبل ما ندخل معكم في الموضوع المتتبعين ديالي، بالنسبه للمتتبعات ديالي خارج الوطن، تحياتي لكم كبيره، وتحيه للمتتبعين ديالي فين ما كانوا داخل الوطن خارج الوطن، تحيه للعالم العرب باكماله. المهم البنات، قبل ما نبدا لكم في هذا الفيديو هذا، بغيت نقول للمتتبعات ديالي خارج الوطن، المقيمات جاليه المغربيه المقيمه في الخارج، ولا المهم كيف ما قلت لكم الوطن العربي المقيم في الخارج، جيتكم بواحد المهم. بغيت نقول لكم زعما البنات اللي بغاو يخدموا من ديورهم، يعني حدا وليداتهم، من التليفون ديالهم ويستافدوا. علاش؟ لا حتى هما كنضيعوا الوقت ديالنا في الفيسبوك، المهم في المواقع التواصل الاجتماعي باكماله. علاش لا ما نستافدوش؟ المتتبعين ديالي اللي بغات تخدم، نخلي لكم واحد الرقم هنايا في الشاشه، ونخلي لكم الرقم في صندوق الوصف ديال واحد السيده غادي تدخلوا عندها وغادي تشرح لكم طريقه العمل، الطريقه ديال الخدمه. كيف ما قلت لكم الشركه زوينه وشركه جديده على ما اظن، وزوينه ومربحه في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم متتبعات ديالي، ما كرهتش تدخل شي وحده تقول لي راني جيت من طرف عالم وهذا، واخا القناه ديالها صغيره بزاف الصراحه. المهم بالنسبه للمتتبعات ديالي اللي كيكونوا خارج الوطن، بالنسبه لهاد الشركات كيخدموا فيها الناس غير الناس اللي خارج الوطن. كيف ما قلت لكم يمكن شركه جديده يتصلوا بالسيده وتشرح لهم الطريقه ديال العمل، يعني الطريقه سهله، وكيف ما قلت لكم من داركم حدا وليداتكم، يعني في بيوتكم غير من الهاتف ديالكم، ما فيهاش شي تكرفيز. الحمد لله الويفي موجود في هذا العصر ديالنا، وتستافدوا حتى نتوما، علاش لا. والمهم المتتبعين ديالي كيف ما قلت لكم غنخلي لكم الرقم هنايا، اللي بغات تدخل عندها الله يعاون الجميع، والخدمه شريفه حتى نتوما ديروا واحد الصالير ديالكم. والمهم هنا غنخلي لكم الرقم، وغنخلي لكم الرقم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم المتتبعين ديالي غندخل لكم في المشروع ديالنا المربح. بالنسبه للمشروع يعني اللي بغيت ننصح بها هاد السيده هذه، اللي عندها واحد المبلغ وبغات دير به واحد المشروع اللي هو بسيط واللي هو يعني مربح في نفس الوقت. بالنسبه للمشروع فهو مربح 100%. المتتبعين ديالي على تجربتي، انا جربت هذا المشروع، واش غنقول لكم الصراحه، يستحق الناس يمدحوا فيه ولا حد الان. وانتم ملي غادي نهضر لكم على المشروع غتشوفوا، يعني حنا فوق ما كنتحركوا كنحتاجوا لهذا المشروع هذا المشروع. شنو هو المتتبعين ديالي؟ انا نبدا لكم حنايا، غير نبدا لكم من الزياده. غير المراه ملي كتبغي تولد، فاش كدير الحفل ديال 4 شهور جنس الجنين كتقصد الفران مخبزه، وملي ولا باتيسري ملي كدير الحنه ديال 7 شهور، كاينين اللي كيحتفلوا بهذا الشيء كيقصدوا المخبزه يعني باتيسري. واللي كتبغي السبوع، الخطوبات، الاعراس، الاعياد، جميع يعني المناسبات، الاعياد، الميلاد، المهم راس العام، واخا الله يهدي الناس اللي كيحتفلوا في راس العام. اش غنقول لكم في الاعراس؟ صراحه مشروع مربح، هو انها تفتح شي مخبزه اللي هي صغيره على قد جيبها، على قد فلوسها، على قد المبلغ ديالها. فراه هذا المشروع هذا تقدر تفتحه بالمبلغ كيف ما قلت لكم بسيط جدا. وعلى تجربتي انا فتحت واحد المحل درت فيه هذا الشيء ديال الحلويات، وفتحت بواحد المبلغ اللي هو صغير بزاف،
اش غنقول لكم، وخدمت والحمد لله ونجح لي المشروع ودخلت الفلوس. داكشي اللي خسرت انا دخلته في الشهر، ولكن المتتبعين ديالي لسوء الحظ انا كنت مرض الله ينجيكم، وسمحت في الخدمه ديالي، لان الخدمه ضروري خص يكون مول الشيء. واخا انا كانوا عندي البنات كيخدموا معايا، ولكن باش تخلي البنات بوحدهم فراه يعني مول المحل كيلعب الدور كبير، يعني كيعرف كيفاش يجيب السلعه، كيفاش يخدم، كيفاش المهم بزاف ديال الحوايج. بصيغتو انا كنت كنخدم بيدي. وهنا المتتبعين ديالي بغيت نوجه للاخت ديالي لا بغات تفتح المشروع تشوف شي كراج هكا زوين، لا كان ما عندهاش يعني شي راس المال اللي هو نيت، تفتح شي يعني بحال هكا شي كراج يكون زوين، دير فيه شي فيترينا هكا تكون زويونه، شي عجانه، شي فران، شي يعني الاساس هو عجانه والفران والروبو. يعني هادشي كلشي يقدر يتقام ليها بواحد 20 يعني 25 30 حتى ل 40 الف درهم. هي الصراحه ماشي مبلغ اللي هو كبير بزاف. كاين اللي بغى يبدا بهذا المبلغ هذا، كاين اللي بغى يبدا بالمبلغ بسيط جدا، اللي بغى يبدا غير بلانشا ديال المسمن والفران ديال البوطه عاديه ديال 1000 درهم، لا ما كاملش 1000 درهم، واحد بلانشا حتى هي ب1000 درهم. ايوا اش نقول لكم، والعجين يعجن بيديه، الله لا يخطي الصحه. هادشي اللي غنقول لكم، الانسان الا كانت عنده صحيحته يدير كل شيء، يهرس الحجر. ايوا المهم المتتبعين ديالي، فهذا راه مشروع مربح، مشروع جد مربح. كيف ما قلت لكم كنحتاجوه في جميع الحوايج. تمشي غير ضيف ضروري تمشي للفران، تاخذ معك شي حاجه. وكاينين النساء الله يعطيهم الصحه كيطيبوا في الدار، ولكن واخا مثلا درتي الكيكه في الدار تمشي تشري كرواسون، درتي مثلا شي حاجه يعني شي مسمن شي بغري شي حاجه في الدار، تبغي تجي تزيد شي حاجه معاه. يعني انا كانوا كيجيو عندي العيالات هكا كيمشيو يضيفوا، تيجيبوا هكا شي طبسيل فيه شي حاجه، كيزيدوا من عندي شي حاجه بحال مثلا الغريبيه، كيزيدوا الكعك، كيزيدوا المهم شي حاجه بتيبان ولا الحلويات ديال العجين المورق. فراه الفران المتتبعين ديالي اولا المخبزه اولا باتيسري، فراه الصراحه هو مشروع زوين ومشروع مربح. بالنسبه لهادو فراه الفران فيه واحد، انا كنت كنخدم عند الناس، ديك الخدمه اللي كنت كندير ما كنتش نعرف القيمه ديالها. كنت تنقول واقيلا هذا المبلغ اللي كيعطيوني محال واش نقدر انا نجيبو. كنقول يعني هذا المبلغ هذا ما كنظنش ان نقدر نجيب هذا المبلغ هذا، ولو جبته نقدر نكون يعني مهم. كنت ما كنعرفش، يعني كنخدم بصح ما كنعرفش. فوقاش عرفت الثمن اللي يعني الحقيقي حتى درت المحل ديالي. ومع العلم المتتبعين ديالي انا كنت نقصت في الثمن، كنت مطيحه في الثمن بحال بزاف ديال الحوايج. كنت منقصه 10 دراهم، كاينه حاجه اللي منقصه فيها 5 دراهم، كاينه حاجه اللي منقصه فيها 15 درهم، كاينه الحاجه اللي نقصت فيها 20 درهم. يعني انا كنت دايره واحد الثمن اللي هو يقدر يشري اي واحد، ولكني مع ذلك كان عندي الارباح. زعما الصراحه تصدمت من هذوك الارباح، يعني كانوا الارباح زويونين. انا لو كنعاود لكم كنت كنخدم الثمن اللي كنت كنخرج به الصابلي كنت كنخرجو بواحد الثمن اللي ما يطيحش لكم على البال. نقدر نقول لشي واحد ها شحال باش كنت كندفع الصابلي، كنت كنخدم الجمله، يقولوا لي انت يا حمقى. كاع اللي قلتها لي كيقولوا لي انت يا حمقى. ولكن يا المتتبعين ديالي كانت عندي فيه الخير والبركه. باش كنقول لكم هذا المشروع فراه مربح، وهو مربح. كاينين القهاوي، كاينين كافيتيريات، كاينين ريستورات، كاينين شحال من حاجه، ولكن كتمشي ليها فوق الشبعه، ولا كيمشيو ليها بحال مثلا الناس اللي كيخدموا، الناس اللي ما بالنسبه للفران كيقصدوا الغني والفقير. انا كانوا كيجيو عندي الناس مساكين مقطعين حتى يديروا الحلوه في الدار، بصح كيجيو ياخذوا بلاطو من عندي. تيقول لك واحد البلاطو ديال الفران كذا، يعني بلاطو ديال الفران اولا ديال المخبزه راه شي حاجه زعما في الطبله. باش كنقول للاخت ديالي الا كانت كتسمعني، فراه الفران بغيتي تفتحي مشروع ديالك في المغرب، مرحبا والف مرحبا في الوطن ديالك. ديري المخبزه، شي مخبزه هكا تكون صغيره على قد الحال، لان قال لك صغرها تكبر، كبرها صغار، ومن الاحسن حنا نصغروها باش تكبر. علاش لا؟
فهنايا المتتبعين ديالي كنقول لكم هذا الفيديو والله حتى ينفعكم. انا شاركت معكم مشروع المربح، ولكني ما شاركتش معكم الحرفه ديال الفران. باش تجي تفتح الفران خاصك تعرف حتى الحرفه. تفتح الفران وزوين ومربح، ولكن خصك الحرفه، تكون عندك الحرفه في يديك. وهنا المتتبعين ديالي انا غنقول لكم بالنسبه للناس اللي بغاو ندير لهم شي فيديو على الحرفه، نقدر ندير لكم على الفيديو على الحرفه. انا خدمت في هذا الشيء بزاف، وعندي الصنعه وفي نفس الوقت عندي الحرفه اكثر من الصنعه، لان الحرفه راه كتلعب واحد الدور اللي هو كبير. يعني انا عندي الحرفه في هذا الشيء، كيفاش غتخدم الخدام، كيفاش غتخلصو، كيفاش غتجيب السلعه، كيفاش غتريقل الامور ديالك، كيفاش بزاف ديال الحوايج. كاينين شحال ديال المخابز تفتحوا هنايا عندنا في العلويه في الناظور، ولكن مولاهم ماشي حرايفين. كيفتح واحد 3 شهور 4 شهور 5 شهور 5 شهور كتسمع ساد. علاش ساد؟ اذن هو ماشي حرايفي. انا كيعيطوا ليا الناس، انا حاليا جالسه ما خداماش، ولكن كيعيطوا ليا دابا المخابز ولكن ماشي حريفيين، ما تقدرش نخدم معاهم، لان باش تخدم مع الانسان ماشي حريفي صعيب بزاف. ولكن المتتبعين ديالي كيف ما قلت لكم، لا بغيتو نشارك معكم الفيديو ديال الحرفه غتخليو ليا في التعليق ونشارك معكم بالتفاصيل وبكل فرح. علاش لا؟ كيف ما شاركت معكم هذا الفيديو نشارك معكم الاخر والاخر والاخر والاخر، ونزيد نعرفكم مزيان ونقربكم لهذه المهنه ولهذا الدومين، والعيالات اللي بغاو يخدموا من ديورهم ليكم حتى هما. علاش لا؟ فراه هذا المشروع مربح البنات. واخا نقدر نقول لكم مربح، تقولوا هاد السيده يمكن بغات غير دير الفيديو، ماشي بغيت ندير الفيديو. انا كتشوفوا القناه ديالي راها ما كنستافدش منها، يعني كندير معكم الفيديوهات وصافي. ولكن الاخت خلات لي التعليق، ما يمكنش ليا ما نجاوبهاش. اي وحده غتخلي لي التعليق نجاوبها، سوا الا ما شفتوش. الا ما شفتش التعليق ما جاوبتوش. مازال عندي هنا واحد التعليق ما جاوبتش عليه، غادي تسمح لي واحد الاخت في واحد الوصفه، ولكن غادي تسمح لي نهار غادي نلقى الوقت نشاركه معكم ان شاء الله. المهم متتبعين ديالي، ما كنظن ما عرفتش واش نسيت شي حاجه ولا ما هضرتش عليها. فكيف ما قلت لكم مشروع زوين مربح وبراس المال قليل، فراه بزاف ديال المشاريع، ولكن انا كنصح بالمخبزه. انا على تجربتي كنصح بالمخبزه. ايوا هادشي اللي كاين. وهنايا المتتبعين ديالي بلا ما نزيد نطول عليكم كثر، نبقى عليكم بلا 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 بلا، ني غنقول لكم السلام عليكم، وغادي نتلاقى معكم شي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.